السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في أي حاجة صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. النهاردة بكل بساطة امتحان الأزهر 2023 الدور الأول، امتحان حلو وجميل. تعالوا نشوفه مع بعض، الموضوع سهل وبسيط وتعالوا نطلع الأفكار اللي فيه. الموضوع جميل، يلا بينا. امتحان الدور الأول 2023 حلو. بوكلت بقى الأزهر 2023 ده الدور الأول أهو. حلو. أول قطعة زي ما أنت عارف احنا عندنا امتحانات كتير في الأزهر من 17 لحد 23. تمام كده، الموضوع سهل وجميل. وبرضه حلينا امتحانات ثانوية عامة من 17 ل 23، ولسه هنحل امتحانات السودان من 17 ل 23. زي ما قلنا تاني، لو انت ثانوية عامة، لو انت وقتك ضيق ومش هتلحق، حل او اسمع امتحانات من 17 ل 23 بتاعت الثانوية العامة. طيب لو انت ازهر، اسمع برضه 17 ل 23 بتاعت امتحانات الازهر. لو انت عندك وقت هنا او هنا، يعني انت عام او ازهر وعندك وقت، اسمع بتاعت الايه السودان. ما عندكش وقت، اسمع التخصص بتاعك بس. يلا بينا. نقول لك ايه بقى؟ نوفيل اون فيل. نوفيل دي يعني صفة بمعنى جديد. نوفيل صفة اهي، نوفيل دي يو. تمام كده، نوفيل بمعنى جديد، صفة بمعنى جديد بس مؤنثة تبقى جديدة. طيب هي هنا بقى مش معناها ايه؟ مش معناها الصفة ده جاية كأنها اسم. طيب بتتكلم عن حد. نوفيل يعني جديدة، حد. تمام كده، حد جديد في المدينة، بس حد جديد ايه؟ أنثى اسمها مارتين، بنت يعني. طيب تبقى جديدة، تمام كده، في المدينة. حلو. جو مابيل، أنا اسمي مارتين، جي 18 ans، عندي 18 سنة. جي ديميناجي، أنا نقلت أو عزلت. باريس، في باريس أو إلى باريس. حلو، أنا نقلت باريس. إليا، منذ منذ شهر، بور لكي étudier، أذاكر. طيب لكي أذاكر، جميل. لا ميديسين يعني الطب ايه بقى؟ فيترنير يعني الطب البيطري، الطب البيطري. جو في اللي هو فعل فيفر، انا اعيش. افيك تخوا زوتر، تمام كده. تخوا زوتر يعني ايه؟ 3 اشخاص. طيب 3 اخرين. مين بقى ال3 اشخاص؟ طلعوا بنات، في يعني بنات، يبقى 3 اخرين بنات. حلو. نوزافون نحن نمتلك ان جران سالون، احنا عندنا جران سالون، صالون كبير. اون كويزين يعني مطبخ. سال دو بان وحمام. اي شاكون يعني كل واحدة مننا. دونو كل واحدة مننا. تمتلك سا بروبر شامبر يعني حجرة. بروبر يعني نظيف او نظيف، يبقى حجرتها النظيفة. كل واحدة مننا بتمتلك حجرتها النظيفة. إليا يوجد أيضا. مم يعني نفس أو روح أو عين، هنا معناها أيضا. يوجد أيضا أم بلكون، في بلكونة. دون ما شامبر، وفي بلكونة برضو في حجرتي. طيب إذا أنت متعود المسيو بيذاكر لك، مش مجرد بيحل لك وخلاص. طبعا احنا الامتحانات اللي فاتت أنت اتعودت احنا عملنا إيه. طيب ده نبذة بس أخيرة في امتحانات الأزهر الأخير. أنا اسمي مارتين، أنا عندي 18 سنة. أنا نقلت أو عزلت لباريس منذ شهر عشان أدرس الطب البيطري. أنا أسكن مع 3 بنات أخريات. حلوة 3 بنات أخريات دي يعني. حلو. نوزافون نحن نمتلك صالون كبير، عندنا مطبخ، عندنا حمام، كل واحدة مننا عندها حجرتها نظيفة. وفي حجرة مارتين عندها بلكونة في الإيه؟ في الحجرة بتاعتها. طيب نوتر أبارتمون يعني شقة. نوتر أبارتمون شقتنا. ني با لوان، لا تكون لوان. دو لونيفرسيتي يعني ايه؟ لا تكون بعيدة عن الجامعة، هي مش بعيدة عن الجامعة. طيب ايه؟ نورمالمون بشكل طبيعي. حلو. جو برون انا اخذ او اركب لو مترو، باخد المترو. كون عندما. الفي بتعوض عن الطقس، بتعبر عن الطقس لما الجو بيكون بو يعني جميل. جو مارش لما الجو بيكون بو جميل، انا امشي. سوفون غالبا يعني لو الجو حلو انا بروح ايه؟ ماشي. طيب لي بروفيسور المدرسين. دو لونيفرسيتي يعني مدرسين الجامعة. سون أو دكاترة الجامعة، يعني بلاش نقول مدرسين الجامعة، دكاترة الجامعة. تري جونتي لطفاء يعني حلوين. مي ولكن سيرتان دي بمعنى بعض. سون البعض يكون أوسي أيضا. سيفير يعني إيه؟ جاد. تمام كده. صارم يعني ايه؟ صارم يعني حد شويه في المعامله، مش مثلا بياخد ويدي، مش بيضحك، لا هو صارم يعني السؤال على قد الجواب. طيب وطبعا جامعة عشان نتكلم عن ايه؟ عن حاجه جامعة المدرسين او الدكاتره. جو نيم با انا لا احب كتير لكور، ما بحبش كتير من الكور اللي هي الحصص او المحاضرات.
كي يعني اللي هي معناها من، أداة استفهام، بس لما تيجي في سؤال القطعة والمواقف بيبقى معناها اللي أو الذي. اللي كومونس تبدأ تري تو يعني مبكرا جدا، يعني بتبدأ بدري قوي. أنا ما بحبش المحاضرات بصراحة اللي بتبدأ بدري، كلنا كنا كده في الجامعة. طيب أنا كنت بروح متأخر، أنا كان عندي امتحان الساعة 10 كنت بروح لهم 11 والامتحان أصلا هيخلص 12 كتير على كده. جو بريفير أنا أفضل دورمير كرتونة بقى من الجامعة. أنا أفضل أنام لونتون وقت طويل. جو ديجون أنا أتغدى افيك ميزامي مع صديقاتي. حلو. أو ريستوران في المطعم. يونيفرستير لا يونيفرستير يونيفرستير يعني إيه؟ مطعم الجامعي زي السيلف سيرفيس اللي هو مطعم المدرسة. طيب لا نوريتور التغذية تمام كده. نيبا لا تكون تري بون يعني الأكل مش بيكون أفضل حاجة. ولكن ال هي نقود با، ال هي بتقول على التغذية، ال دي بتقول على التغذية. حلو. لا تتكلف با شير يعني ايه؟ لا تكون او لا تكلف غلاء يعني مش بتكون غالية. لو سوار في المساء نو مونجون نحن نأكل على ميزون في المنزل. دو بان بناكل خبز او عيش. سوسيس بناكل سوسيس. دو فروماج جبنة. دو لا سوب بنشرب شوربة. او اون بيتزا او بناكل بيتزا. طيب كم بوندون يعني ايه؟ اثناء او خلال. مون طون ليبر اثناء وقت الفراغ بتاعي. جيم بيان الي انا احب بشده ان اذهب او سينما اروح السينما. بارفوا احيانا. جو في او زو ان اذهب الى حديقه الحيوان. كار لان جيم اوبزيرفي انا احب ان اكتشف لي زانيمو الحيوانات. كون عندما جو في فينير لما انا بخلص مي زيتود لما بخلص دراستي بخلص واجباتي بخلص المذاكره اللي عليا. جو سويت انا اتمنى ترافايي اشتغل كوم مثل او فيترنير اوزو. نفسي ان انا اشتغل لما اخلص دراستي اشتغل طبيب بيطري او طبيبه بيطريه فين؟ في الزو في حديقه الحيوان. مين اللي كانت بتتكلم؟ البنت اللي اسمها مارتين. قطعه سهله يعني امتحان 2023 كان كويس ما كانش وحش. طيب طبعا احنا قعدنا نقرا كتير يا نهار ابيض بس وانا هقعد اقرا بقى ده كله ماشي، ما انت الموضوع سهل خاصه احنا حلينا امتحانات كتير فانت اتعودت على الموضوع. قطعه بتبقى كتير فاسئلتها بتبقى سهله. طب انا قرات كتير، السؤال بيبقى فين؟ السؤال تحت اجابته بتبقى فين؟ بتبقى في القطعه، ما بيجيبلكش اجابه من بره القطعه ولا من بره المنهج زي ما انت متعود. طيب مارتين ديكري بتوصف ايه؟ انت شايف ان مارتين بتوصف ايه؟ طيب سافامي عائلتها؟ لا. سون سبور رياضتها بريفيري المفضله؟ لا. سيزامي صديقتها؟ لا. توصف مين؟ سون ابارتمون توصف ايه؟ بتوصف الشقه بتاعتها، وممكن كانت بتوصف حياتها بس هي ما اتكلمتش عن حياتها، مفيش في الاختيارات حياتها. انا عزلت، بص بدايه الكلام، انا عزلت في باريس منذ شهر تمام عشان ادرس الطب البيطري، وانا بعيش مع 3 بنات واحنا عندنا شقه فيها بلكونه وفيها صالون وفيها حمام وفيها كل ده بتوصف الشقه. طيب مارتين ديميناجي باريس عزلت باريس او نقلت. إليا منذ 4 كاتر ايه بقى؟ هي عزلت منذ شهر. بص بتضحك عليك. إليا قال لك يا هي نقلت ديميناجي انا نقلت باريس منذ ان موا شهر. طب الشهر ده 4 أسابيع، هو بقى تحت مش هيجيب لك شهر، المفروض موا شهر بس هو قال لك كاتر يعني 4 ايه؟ يبقى 4 أسابيع لأن ايه الشهر فيه تمام كده 4 أسابيع تبقى هي السومان بيلخبطك بس، لكن الإجابة هي شهر بس بدل ما يجيب لك شهر على طول مباشرة قال لك كاتر، حط كلمة 4 عشان يلخبطك. طيب لا السومان زي ايه؟ طب مثال كده يعني مثلا أنا سافرت مصر منذ أسبوع، أنا سافرت مصر منذ أسبوع، أو أنا سافرت مصر وقعدت هناك أسبوع. طيب يقول لك أنت قعدت في مصر قد إيه؟ أو سافرت مصر من قد إيه مثلا؟ أيا كان أنا بديك مثال، يديك في الاختيارات أنت متعود مثلا في القطعة هيقول لك اون سومن أسبوع أو كلمة أسبوع. طب تحت يقول لك 7 أيام، مش هيديك كلمة أسبوع خالص، تبقى الإجابة إيه؟ مثلا أعطيك 5 أيام ولا يومين ولا شهر ولا 7 أيام؟ الأسبوع فيه 7 أيام يبقى الإجابة 7 أيام. هو بيخلي كده زي ما احنا اتعودنا على الافكار اللي احنا حليناها خلال الامتحانات اللي فاتت. لا ميزون دو مارتين منزل مارتين سو كومبوز يتكون دو نقط بيس، يتكون من كام قطعه او كام حجره؟ انت شايف ايه؟ طب 4 5 6 7. طب تعالى نعد. قالت ايه؟ نوز افون احنا عندنا ان جراند صالون. بص جراند صالون يبقى الصالون حاجه مكان اهو جزء من الايه؟ من المنزل. حلو يلا او من الشقه يبقى 1. اون كويزين مطبخ 2. سال دو بان 3.
شاكون وايه كل واحده عندها بلكونات نو سا بروبر شومبر، عندها حجرتها نظيفه. يبقى كده 4 ايه اجزاء. يبقى المنزل او الشقه مطبخ حمام كل واحده حجره، كل واحده حجره من 3 بنات، لان قالت هي قاعده مع 3 بنات. تمام. يبقى كده العدد بيكبر. طب عيد تاني. الصالون 1، كويزين مطبخ 2، السال دوبان الحمام 3، وكل واحدة عندها حجرتها. يبقى كده هي صاحبي 6. صالون 1 عشان بس اللخبطة، كويزين 2 المطبخ، سال دوبان الحمام، وكل واحدة عندها حجرتها النظيفة. تمام. هي كده 6. هي عايشة مع 3 أصحابها، يعني هي و3 أصحابها، يبقى 4 أوض وصالون ومطبخ وحمام. ما تزعلش مني ان انا طولت قوي، ممكن اخدت دقيقه ونص في الاجابه، بس ده كان سؤال من ضمن الاسئله اللي الطلبه اتلخبطت فيه، فانا عديت لك اجزاء المنزل. هو بيس يعني ايه؟ كلمه بيس، بيس اللي هي وانا بكتبها ليه؟ ما هي بيس اجزاء او ايه، ماشي، اجزاء حجرات قطع المنزل او الشقه، بس تبقى 7. حلو قوي. يلا بينا. مارتين ايه سيزامي صديقاتها ابيت يسكنوا نقط اليونيفرسيتي، نقط الجامعة. كان قال لك ليست بعيدة عن الجامعة، يعني معنى ان هي قريب من الجامعة، تبقى بريدو يعني قريب من. حتى قال لك ايه اهو، عكسها لك فوق وتحت ضحك عليك. بص قال لك ايه، احنا لا نكون بعيد عن الجامعة. فين الحتة بتاعت الجامعة؟ بدل ما نقرأ القطعة كلها فين 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 هي راحت في أو نوتر أبارتمون شقتنا ني با لوان. تعال امسحها لك عشان انت لو مش شايف. ني با لوان لا تكون بعيدة عن الايه؟ الجامعة. ليست بعيدة معنى ان هي قريبة منين؟ من الجامعة، فتختار قريب من. كون il fait beau لما الجو بيكون جميل. مارتين va à l'université بتروح الجامعة بإيه؟ قالت لك لما ايه الجو بيكون حلو هي بتمشي أبي على الأقدام. طبعا هو ما قالكش فوق على الأقدام، قال لك هي بتعمل ايه؟ بتمشي، فعل مارشي يمشي، بس هتمشي على ايه؟ هتمشي على رجليها على الأقدام. أهو قال لك لما الجو بيكون جميل أهو كون il fait beau لما الجو بيكون جميل أهو جو مارش أنا بمشي سوفون بمشي غالبا. طيب les filles البنات برين يعني هو فعل بروندر يأخذوا لور ديني بيأخذوا العشاء بتاعهم في avec leur famille مع أسرتهم أو عائلتهم. العائلات بتاعتهم لا. أوزو في الحديقة لا. ألا ميزون في المنزل هي في المنزل، لأن قالت لك تحت إيه؟ تعالى شوف. بص قالت لك أنا بنام وقت طويل وأنا بتغدى مع صديقاتي في المطعم. يبقى الغدا فين؟ في المطعم. كمل. المطعم بتاع الايه؟ بتاع الجامعة. التغذية مش حلوة قد كده بس هي مش مكلفة وبتاع. لو سوار في المساء. ادخل بقى على التقيل، جاي العشاء اهو في المساء. نو مونجون نحن ناكل على ميزون في المنزل. ما جابلكش كلمة العشاء ذات نفسها، بس قالك احنا بناكل فين؟ في البيت بالليل. والعشاء ده بيكون فين؟ بيكون لو سوار، بيكون بالليل. تبقى الإجابة هي الصح مين؟ على ميزون. هي طبعا القطعة تافهة قوي وأفكارها سهلة قوي، بس محتاجة حد يكون بيحلها وإيه؟ هو مركز. طبعا زي ما أنت متعود آخر امتحانين 21 و 22 كنا احنا بنحل الأزهر من 17 لحد 20 كانت القطعتين، القطعة الأولى اختيارات والقطعة الثانية اختيارات. 21 و 22 و 23 امتحاناتهم القطعة الأولى اختيارات، القطعة الثانية صح وغلط. صح يعني إيه؟ فري، أما غلط يعني فو. حلو؟ ما نعرفش الكلام مرة واحدة إيه اللي حصل لها، رغم إن أنا بصور قبل العشاء. يعني العشاء فاضل لها مثلا ربع ساعة تلت ساعة وتأذن، اللي هو ممكن نخلص الامتحان ده. طيب يلا بينا. بيقول لك إيه بقى؟ ليون الأسود. تمام كده؟ دو لاتلاس. حلو. ليون الأسود. حلو. دو لاتلاس. أنا همشي بقى خطوة خطوة. إن إيه؟ لايون يعني أسد. ماشي. فأنا همشي معاك خطوة خطوة. الأسود بتاعت الأطلس. طب هي مش أسود الأطلس، أنت شايف إيه يا مش؟ طب أنا مش هترجمها لك وأنت خلال القطعة، عشان أنت الكلمة دي أنت لو قرأتها أصلا مع نفسك في الامتحان مش هترجمها، فأنا هعمل زيك. أنا جيت أقرأ عنوان القطعة ما عرفتش عنوان القطعة. أنا اتفقنا إن إحنا بنذاكر، أنا مش جاي أحلل لك الامتحان. أنا بحلل لك الامتحان أقول لك إجابته وأمشي، لا أنا بحلل لك الامتحان خطوة خطوة وأقول لك أنت ممكن تفكر فيه وممكن تغلط فيه، ممكن تتخيل إيه. طيب لو ماروك المغرب إكري كتبت ليستوار قصة إيه، كتبت القصة إيه ماركي وأشارت. تمام كده؟ أو لاحظت. حلو. وأحرزت تنفع لها كذا معنى. النوفو سوكسي عملت أو أحرزت يعني جابت كمان نجاح كبير. بور لو فوتبول كرة القدم. أرب يعني كرة القدم الأرب اللي هي العربية. إيه
افريكان، كرة القدم العربية والافريقية. pour بالنسبة la première fois، بالنسبة لأول مرة de l'histoire، أول مرة في التاريخ. une nation يعني أمة. africaine يعني أمة أفريقية. arrive تصل au semi يعني منتصف. فينال نص النهائي. de la coupe بتاعت كاس دو موند، كاس العالم قطر. كاس العالم قطر. بس اول ما تشوف قطر 2022، لو انت كنت متابع الرياضه حلو، لو انت ما كنتش متابع الرياضه زمان كنت بحل امتحان 2018 او 19 مش فاكر بتاع الازهر، لما كنا بنتكلم في قطعه محمد صلاح وسالك السؤال بتاع محمد صلاح، قال لك لما هو كان بيلعب في ليفربول وبيلعب في اي نادي، فانا قلت لك السؤال ده غبي ان هو حاطه هنا. افرض بنت مثلا مش متابعه الرياضه او ولد مش متابع الرياضه ومش متابع محمد صلاح اصلا، ده مثال يعني، رغم ان محمد صلاح مشهور بس برضه هنفترض ان احنا مش عارفين هو بيلعب فين. انا مثلا يا عم خليني ما اعرفش انه بيلعب فين، مش عارف هذه القطعه، تمام؟ فانت تركز هو بيعمل ايه. بس انت لحد هنا اخذنا كلمه كوب، جات لنا كذا امتحان قبل كده. كاس دو موند، كاس العالم قطر 2022، يبقى كاس العالم في قطر 2022. يبقى ده امتحان 2023 الازهر كان جاي على ايه؟ كان جاي على كاس العالم 2022، لان كاس العالم 2022 فعلا كان فين؟ كان في قطر. هو هيتكلم عن مين بقى دلوقتي؟ تعالى. عشان كده انت بقى هتشوف ان انت لو ترجمتها اليوم يعني اسود دول اطلس، اسود الاطلس. اسود الاطلس؟ فانت اي حد فعلا في 2023 بيحل امتحان مش هيعرف يترجم الحته دي، هيترجمها غلط. عشان كده انا هقرا لك القطعه واقول لك عرفت بقى الكلمه دي معناها ايه؟ يلا بينا. الماتش هيستوريك، الماتش التاريخي كونت بين لا كرواتيا a été le samedi، كان بين كرواتيا السبت 17 ديسمبر au stade international خليفة، في استاد الدولي بتاع خليفة، في الاستاد الدولي بتاع خليفة او استاد خليفة الدولي. لماروكان، المغاربة. حلو، يبقى دوت الكلام كله خد بالك عن المغرب، لان المغرب هي اللي وصلت لنص النهائي. اون جوي، لعبوا افيك لي شامبيون، مع الابطال دو موند، مع ابطال العالم. فعلا المغرب عملت انجاز في 2022 كانش حد يتوقع ان هي زي عادي معظم الدول الافريقيه او العربيه توصل مثلا اول ماتش، ثاني ماتش، ثالث ماتش، بتعدي دوري المجموعات بالعافيه. لو انت ولد او بنت يعني معنى الكلام يعني يا شباب، يعني مثلا 3 4 ماتش هيخسروا يعني، عشان انا مش فاهم يعني ايه دوري المجموعات وكده يعني. ما علينا. هم جاني، كسبوا الاسبانيا، كسبوا اسبانيا. ايه البرتغال، كسبوا البرتغال. فعلا دي كانت ضجه، كسبوا اسبانيا وبعدها البرتغال. بور اريفي، لكي يصلوا يعني يوصلوا سيمي فينال، لنص النهائي. دوفون، امام لا كرواتيا، قدام كرواتيا. فعلا المغرب وصلت لنص النهائي مع كرواتيا. لو ماردي الثلاث 20 ديسمبر، 20 ديسمبر، دي ميليور ألوف يعني ألوفات، آلاف دي ماروكان من المغربيين، الناس المغاربة. اون اتوندو، انتظروا على الايروبور في المطار. لليون دو لاتلاس، يعني ايه بقى القصة دي؟ ركز الكلمة اللي انا قلت لك عليها. الور روتور، في عودتهم رباط، الى الرباط دي اللي هي عاصمة المغرب. ابري، بعد الست جروند، بعد هذه جروند فيكتوار يعني النصر، بعد النصر الكبير قوي. انا كوب، في كاس دو موند، كاس العالم دو فوتبول في 2022، في كاس العالم تمام كده 2022. عارف يعني ايه اليوم بقى دول اطلس؟ ليها كذا معنى، انت ممكن تترجمها بمعنى يعني بالمعنى بتاع كده. ليون يعني الاسود. حلو، اسود القاره تنفع، اسود الخريطه، لان اطلس مثلا الاطلس والاطلس ده بتقوم خرائط، فنقول اسود العالم، اسود الخريطه تنفع معنى كده. اسود الكره الذهبيه تنفع، اسود الملعب تنفع، اي حاجه ان هي حاجه حلوه. او الرجاله، حتى الرجاله بتوع بتوع البطوله، اي حاجه انت بمعناها دي، يعني دي ملهاش معنى، هي كلمه مركبه على بعضها. اللي دخل اسود في الاطلس بس عشان انت لو كانت لك دي في امتحان مثلا ما تطلعش بس. يلا بطل. سودوكيمون، هذه القطعة اللي تتكلم دان سبور انديفيديوال، تتكلم عن رياضة انديفيديوال فردية. بذمتك ودينك كرة القدم فردية؟ غلط، ده كرة القدم كولكتيف جماعية، تبقى غلط. لو ماروك، المغرب، ما ماركي ان سوكسي بور، عملت نجاح تمام كده، احرزت او سجلت نجاح في كرة القدم العربية. سولمو، كرة القدم العربية بس؟ قال غلط، كرة القدم العربية والافريقية اهو. ماشي، تعالوا نغير اللون. حلو، لليون دو لاتلاس، اللي هم مين؟ قصده على المغاربه. حلو، سي لو نو، انه اسم
دون ايكيب فريق دو فوتبول اللي هو فريق مين؟ فريق اللي هو مش فريق يعني فريق او منتخب المغرب، يبقى صح. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن لعيبه المغرب. لو ماروك المغرب ايه لا كرواتي وكرواتيا اون جوي او ستاد خليفه الرباط، لعبوا في استاد خليفه في الرباط. طب تعال، ازاي اصلا في الرباط؟ هو قال لك ان استاد خليفه اهو لعبوا في يوم السبت 17 ديسمبر او ستاد في استاد انترناسيونال خليفه. تمام كده؟ طيب خليفه ده كان ايه؟ خليفه ده بقى كان في قطر ولا في الرباط؟ طبعا برضو الحته دي غبيه قوي قوي قوي، لان انت ممكن تتلخبط تقول استاد خليفه ده بقى ميسيو كان فين؟ استاد خليفه ده كان في قطر ولا كان فين؟ طب واحد ذكي فيكم يعرف ان زي برج خليفه، قصدي برج خليفه في قطر مش في الرباط في المغرب، يبقى دي ايه؟ غلط. طب واحد مش مشغل دماغه ونايم. طيب صح، هو فوق قال لك ايه؟ كاس العالم موجود فين؟ قال لك اهو لا بروميير استوار، اول مره في تاريخ افريقيه تصل لنص النهائي كاس العالم اهو، كوب في كاس العالم في قطر. يبقى الكلام كله على قطر عشان بس انت تبقى مركز، ماشي؟ ليكيب فريق دو ماروك، فريق المغرب او منتخب المغرب. كلمه ايكيب بتنفع معنى فريق وتنفع معنى منتخب. جاني كسب للشامبيون بطوله او ابطال العالم دو موند، كسب ابطال العالم صح. فري ليه؟ لان كسب اسبانيا وكسب البرتغال ودول فيهم ابطال كبيره بتاعت العالم. لو بوبل يعني الناس، ماروكان الناس، الشعب المغربي اتوندو انتظر سون ايكيب فريقه على الايروبور في المطار، انتظر فريقه في المطار. لا بص 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 بص، ركز بقى في الحته دي عشان اعمل معاك تريكايه جامده هتدعي لي عليها. طيب لو انت قرات كده اخر سطر وحليت اخر سؤال هيدينا افكار كتير، وانت ذات نفسك ممكن تراجع نفسك. طيب بص يا صاحبي، هنا كده من اول هنا الالاف، ماشي؟ هو الماتش اتلعب ايه؟ امام كرواتيا. بص بص بص, بص. معلش اهو، يبقى وصلوا نص النهائي امام كرواتيا، ماشي؟ لو ماردي 23 ديسمبر آلاف المغربيين ont attendu انتظروا على الايروبور في المطار لليون دو لاتلاس، اسود الاطلس، لور بروتور في عودتهم الرباط، في عودتهم للرباط، يعني هم راجعين ابري بعد سيت جروند فيكتوار، بعد نصرهم ومكسبهم في كاس العالم بتاع 2022. وما مرضاش يقول لك خلي بالك كاس العالم في قطر 2022 عشان يلخبطك، يبقى انت كنت ماشي صح. تمام؟ يبقى هم انتظروا فريقهم في المطار، انتظروا فريقهم في المطار صح، هم انتظروا فريقهم في المطار بس هم راجعين. معنى من الكلام ان ايه؟ ان فعلا البطوله كانت فين؟ البطوله كانت فين؟ في استاد خليفه في قطر. هم شافوهم وهم راجعين، استنوهم وهم راجعين عشان دماغك بس ما توزكش وتحل غلط. يلا بينا يا صاحبي ندخل على سؤال الموقف. تا بيتيت سور، اختك الصغيره تدوموند، بتسالك او اين بو اون نستطيع براتيكي لو تير الارك. تير الارك يعني الرمي بالايه؟ بالرمح. تمام كده؟ اللي هي الرمي بالرمح، لعبه الرمي بالسهم بالقوس. طيب دولو في الميه؟ لا. سور ان ترام في ملعب؟ ده ملعب؟ لا. او جيمناز في صاله الالعاب الرياضيه، هي دي الوحيده اللي ايه؟ اللي تنفع. على مونتاني في الجبل؟ لا. تو دوموند انت بتسال اتون فري اخوك لو ليو مكان دو في، مكان العيش او الحياه، دو لا جيمون. جيمون يعني الفرسه، انثى الحصان. ايه دي؟ هو هيقول لك ايه؟ هي انثى الحصان كانت قاعده فين يا صاحبي؟ طيب انا هبدا لك من تحت. لو بولايي، بولايي يعني عشه الفراخ، ما تنفعش. بيرجوري، بيرجوري يعني ايه؟ حديقه الاغنام او الماعز، برضو ما ينفعش. الطبل قلت لك كذا مره الطبل مش بمعنى اسطبل، الطبل مش بمعنى اسطبل. الطبل لو هي بمعنى اسطبل تبقى المكان بتاع الخيول، تبقى دي صح. لا هي غلط. الطبل دي كانت سوري اللي هي الحظيره او المكان اللي بيعيش فيه الابقار. تمام؟ حلو، تبقى هي مفيش غير مين؟ ايكوري. ايكوري اللي هو المكان اللي بيعيش فيه ايه؟ اللي هو المكان الاسطبل او المكان اللي بيعيش فيه الخيول بس. حلو قوي قوي قوي. امتحان جميل جدا على فكره، وامتحان كان يعني تحفه، يعني يطمنك يا طالب ازهر ان شاء الله ان انت باذن الله تقفل امتحانك، لان 17 18 19 20 كان فيهم افكار يمكن تقيله سيكه في جو زي القطع، لكن انت عندك ما شاء الله امتحان 23 كان امتحان جميل. القطعه الاولى القطعه الثانيه حتى في اسئله الموقف الجرامير دلوقتي مش هيلف ولا عليك، هتشوف دلوقتي. بص كده كمل. او كافيه، بص بص، او كافيه حل لك الموضوع. في الكافيه تو دوموند انت بتطلب او جارسون، تطلب من الجارسون اون بواسون، بواسون فريش يعني مشروب فريش.
تو دي انت هتقول ايه طالما مشروب فريش؟ كله غلط ما عدا المشروب الفريش. مفيش غير اول واحده اللي هي ديابولو مونت، هتقول له انا محتاج ديابولو مونت. كافيه اولي، كافيه لبن، قهوه بلبن، لا ده مش مشروب فريش. بات يعني مكرونه الا بلونيز، مكرونه بشاميل، لا. او جازوز، لا. او جازوز مياه غازيه، لا. هي ديابولو مونت، ديابولو مونت يعني ليمون، يعني هذا مشروب فريش. مامان فو تريد فير لي كورس، عايزه تعمل تسوق. التسوق هيروح فين؟ تروح السوبر ماركت. طيب شوف هي بقى محتاجه تجيب السوبر ماركت ولا في حاجه ثانيه؟ طيب هتقول بقى ماما ايه؟ ال دي هتقول جو في اشتي دي رومون، انا عايزه اشتري روايات مالهاش علاقه الروايات بالتسوق. جو في الا فارماسي، انا عايز اروح الصيدليه، لا. جو في فير لي بوتيك، بوتيك بوتيك صح. ليه بوتيك طب تنفع؟ ومثلا جو في اشتي دي فروي، فروي ما تنفعش لان بوتيك بمعنى محلات، تنفع معنى محلات الملابس، تنفع معنى محلات تانية. فمعنى الكلام ان انت ايه هتنزل تروح محل ده والمحل ده والمحل ده، يبقى كذا حاجه تشتريه. لكن انت هنا حددتها بالروايات، وهنا الزمتها بالصيدليه ان هي تجيب دواء، هنا الزمتها بالحقيقه بالفاكهه، لا يعني عايزين كذا حاجه عشان ده تسوق. طون فرير، طون فرير عشان كده هو ضحك عليك ما جابلكش كلمه سوبر ماركت، ما هو جاب لك كلمه السوق او السوبر ماركت فانت هتحل هو يشتغلك. طون فرير سانفورم، سانفورم يعني بيسالك، اخوك بيسالك sur les objets عن الاشياء nécessaires، الاشياء الضروريه pour jouer au volley. ايه الاشياء الضروريه او المهمه عشان نلعب الفولي؟ انت هتقول كرة الطايره كنا محتاجين ايه؟ محتاجين كوره وشبكه. ما هو انت في 3 أو 4، في كذا واحد بيقف هنا وفي كذا واحد بيقف هنا، في شبكه في النص، المهم ان في شويه هنا وشويه هنا، في شبكه وكوره اللي هي كره الطايره. تبقى اون بال كره صغيره وشبكه، غلط. عايزين كره كبيره. بال يعني كره صغيره وركات مضارب، لا. بالون كره كبيره، ايه انفيلي صح، وشبكه صح. تا جرون مير جدتك بورت تلبس دوجروس لونيت يعني نظارات ضخمه، نظاره كبيره، يعني بدل ما تكون نظاره كده نظارات كبيره شويه. جدتك لابسه نظارات ضخمه كبيره سيكا. ال نوفوا با بيان هي لا تشوف كويس، هي لا ترى كويس. طب خليها معانا مش عارف. طيب الامال على تيت هي عندها الم في الراس، لا. عندها الم في الراس لابسه نظاره، لا. il voit très bien هي ترى كويس قوي، ما هي لو تشوف كويس قوي ما كانتش لابسه نظاره. elle n'écoute pas bien هي لا تسمع كويس، مش بتسمع كويس. ما فاضلش غير مين؟ elle ne voit pas bien عشان هي مش بتشوف كويس، عشان كده لابسه نظاره ايه كبير. ton frère اخوك s'informe بيسالك sur عن le moyen de transport وسيله المواصلات التي رول يعني تسير او تمشي sur على لراي. راي يعني القضبان، وقلت لك وانا ماشي قبل كده لو انت فاكر كان عندنا نوعين من القضبان، في وسائل مواصلات بتمشي على القضبان فوق الارض، في وسائل مواصلات بتمشي على القضبان بس تحت الايه؟ القطر. زي وسائل المواصلات اللي بتمشي على القضيب فوق الارض زي القطر والترام، القطر والترام. طيب وسائل المواصلات اللي بتمشي على الايه؟ على القضيب بس تحت الارض، المترو. هو هنا فتحها لك قال لك على القضيب وخلاص. تبقى مين؟ اوتوكار، اوتوكار يعني اتوبيس سياحي، لا. باتو يعني المركب، لا. لا فواتور العربيه، لا. تبقى مين؟ لو تراموي، تراموي اللي هو نفس امتحان 2018 بتاعي بس بتاع ثانويه عامه، نفس السؤال بالظبط. يلا بينا. تو دي انت بتقول اتا سور لاختك جي انا امتلك لا تيت الراس، يعني انا عندي راس حلو. كي التي تورن تلف، التعبير ده بقى انت لو ترجمته حرفيا هتستغرب. انا عندي راس كي من تورن يعني تلف، او التي تلف هي معناها مش كده. انا عندي صداع او من الاخر عندي دوران في راسي، راسي بتلف بيا، معنى الكلام كده يعني. طيب ايه دي هي هتقول ايه؟ مع اختك، انت بتقول لاختك فهي هتقول لك فا اذهب فوار لكي تشوف لو ميدسان الطبيب. هي دي اللي صح على فكره، لان لو شفت فا او تابلو اذهب الى الطابلو، لا. فا شي لو دونتيست روح عند طبيب الاسنان، لا. فا شي لو فيترنير، فيترنير يعني الطبيب البيطري، لا. ما فاضلش غير مين؟ الاولى، روح عند الطبيب. تو دوموند انت بتسال اتونومي صديقه، سوكو يعني ماذا، لي زونفون الاطفال، فون يعملوا على فيت ماذا الاطفال يعملوا في الحفله. il دي يبقى انت بتسال صديقك سوكو يعني ماذا الاطفال يعملوا في الحفله، يعني بيعملوا ايه في الحفله. ils font leur devoir بيعملوا واجباتهم، لا. ils font بيمارسوا de la natation السباحه، لا. ils font la cuisine بيمارسوا الطبخ او بيعملوا الطبخ، لا. ils font un petit concert حفله صغيره غنائيه، improvisé، improvisé يعني ايه؟ مميزه حلوه مختلفه، صح. ton frère اخوك تو دوموند بيسالك كو يعني ماذا، في لو بروفيسور ماذا في يعمل لو بروفيسور المدرس، يعني المدرس بيعمل ايه.
تو دي انت هتختارها بكل بساطه على فكره، لان كل الاجابات مش هتنفع ما عدا اجابه واحده هتبقى مناسبه خالص قدامك. بص، اد يعني يساعد مرض المرضى، المدرس مع المرضى مش لايقه من غير ما تترجم اصلا. كوب يعني يقص. لي شوفو الشعر برضه لا، يعني انت لو شفت كلمه يقص او الشعر مش هتختارها. طيب اخر واحده سيبك من الثالثه عشان الاجابه هي الثالثه. الفي هو بيعمل دي بلا اطباق او اكلات ديليسيو لذيذه؟ لا، ما فضلش غير مين؟ اونساني يعني بيعلم او بيدرس ماتير المواد سكولير الدراسيه، وانت اصلا لو شفت كلمه مدرس هتربطها بكلمه الايه؟ الدراسيه. طيب بعد كده اسئله الجرامير. يعني منذ 3 فيلو، تمام كده؟ المفروض منذ 3، لا بس إليا اتفقنا ان هي كذا معنى. إليا يوجد، ولو جه بعدها فتره زمنيه بتبقى معناها ايه؟ منذ. هنا بقى مفيش فتره زمنيه يبقى معناها يوجد 3 دراجات او 3 عجلات. نقط لا بيست سيكلاب. طيب الحته دي مهمه جدا جدا جدا. المفروض سور لا بيست سيكلاب، وممكن تنفع دون لا بيست سيكلاب. هو سؤال مهم جدا جدا واي حد يتلخبط فيه على فكره. اول حاجه مش هتنفع اون، لان اون بيجي بمعنى في، بيجي بعدها اسم لازم فيه اداه. طيب هنا او قصدي ما فيهوش اداه، اون بمعنى في يجي بعدها اسم ما فيهوش اداه، فالاون ما تنفعش، يبقى اول واحده ما تنفعش. او تيجي مع مكان على طول من غير اداه برضه، تيجي مع مكان مذكر، وبيست اصلا سيكلاب لمؤنث اللي هي ممر درجات. طيب انا ممكن تقول لك ايه؟ تقول لك دايما اي حد بينصحك امشي في ممر الدرجات، ما كنتش بقول لك ايه؟ بقول لك مارش دون لا بيست سيكلاب، امشي دون لا بيست سيكلاب، امشي في ممر الدرجات، امشي في ممر الدرجات، ولا امشي. بص، هي دون بمعنى في ملهاش معنى تاني، يعني دون بمعنى في ملهاش معنى تاني، لكن سور تنفع ايه؟ تنفع على، ليها على، تنفع معنى على، تنفع معنى فوق، تنفع معنى في. فالأصح فين؟ سور لا بيست سيكلاب. يوجد 3 عجلات سور لا بيست سيكلاب في ممر الدراجات، تمام كده؟ حلو، سهل جدا جدا جدا. سور افضل مش دوم، رغم ان دوم تنفع بس هو تعبير على بعض اسمه ايه؟ سور لا بيست سيكلاب. سور لا بيست سيكلاب. حلو. بعد كده مون بير بابايا نوت دو لا فواتور، العربيه. طيب انت بكل بساطه عايز تختار الفعل، كلهم ينفعوا. ليه؟ لان كلهم متصرفين مع المفرد. المفرد بيساوي الضمير ايل، فكلهم ينفعوا مع الضمير ايل اللي هو بيعوض عن بابا. بابا مفرد مذكر فنعوض عنه بالضمير ايل يعني هو. برون يعني يركب دي ما ينفعش. ليه؟ لان كان بيجي بعدها اداه معرفه اللي هي لو، لا الا ابوستروف في اخر اس، ودي اداه تجزئه فما ينفعش. طيب سو دي بلاس يتنقل كان بيساوي فعل آلي يعني يذهب، لو انت فاكر كان بيجي بعدها مين؟ يا الاون يا البار يا اللي هي حرف الجر مع وسائل المواصلات، وهنا مفيش ولا اون ولا بار ولا يبقى غلط. فاضل 2. مونتي فعل يصعد او يركب، كان بيجي بعدها حرف الجر دون وسائل المواصلات لو انت فاكر، ومفيش هنا حرف الجر دون، ما فاضلش غير مين؟ ديسوندر. فعلا ديسوندر كان بيجي بعدها حاجتين، لو جه بعدها مكان او جه بعدها وسيله المواصلات. لو كان جه بعدها وسيله المواصلات هي جايه بعدها العربيه اهو، كان بيجي بعدها دولار الابوستروف دي اخر اس، عشان وسيله المواصلات العربيه مؤنث خدت دولار. والدي ينزل من العربيه. ميزا صديقاتي سون اميلي. سون هنا مش بمعنى فعل يكون، سون هنا ده فعل مساعد اللي هو فعل ات، والجمله دي ماضي مركب. عرفت ازاي؟ بص كده على الاختيارات هتلاقيهم كلهم اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول. كنت بحل جمله الماضي المركب ازاي؟ بدور على اسم المفعول، ادور عليه فين؟ بعد النقط في السؤال. بص على بعد النقط هتلاقي اميدي، مش اسم مفعول خالص ولا فعل في الماضي خالص، لان اسم المفعول هو شكل الفعل في الماضي. حلو، يبقى دور عليه فين؟ في الاجابه. دور عليه في الاجابه هتلاقيه في الاجابه اريفي، يبقى هو فعل مين؟ اريفي يعني يوصل. يبقى اسم المفعول اللي عندك فعل مين؟ اريفي. اسال بقى فعل اريفي سؤالين. اول سؤال، انت من ال 14 فعل اللي بياخدوا مساعد اتر ولا لا؟ اقول لك اريفي كان من ال 14 فعل اللي بياخدوا مساعد اتر، والدليل على كده واخد صوم مع ميزه صديقات. طيب طالما بقى انت من ال 14 فعل اللي بتاخد المساعد اتر، يبقى انت ليك تبعيه ولا لا؟ ليك تبعيه. يبقى ليك تبعيه حسب مين؟ حسب الاسم اللي عندك، حسب الفاعل جمع مؤنث اخره اي اس صديقات، يبقى خد تبعيه اخرها اي اس الاولى. يبقى عندك الكلام ايه؟ صديقاتي وصلت اميدي الظهر. وصلت تمام كده؟ حلو، جميل قوي قوي قوي. لا مش وصلت، كانت وصلنا معلش انا اتلخبطت.
وصلت دي اللي هي تاء التأنيث، وصلنا اللي هي نون النسوة بتاعت الجماعة المؤنث. المهم ان هي كانت ايه؟ فعل جمع مؤنث، فناخد تبعية جمع مؤنث اخرها اي اس. انت تمتلك دي كاميرات، عندك زمايل. ركز في الحتة دي قوي. عندك زمايل، سؤال بيقول له بيان سور، بالتأكيد، شور. جي ابوستروف ايه اللي هي الاو اي، بوكو. انا نوت ايه، بوكو، عندي كتير. ده سؤال ضمائر الشخصية ليه؟ عندك في الإجابة لور، اون، يجريك. طيب الحتة دي تركات قوي مهمة خالص، خلي بالك، مهمة قوي قوي قوي. احنا شرحناها قبل كده على فكرة، واخدناها في امتحان 17 بتاع الازهر، وخدناها في امتحان ثانوية عامة لو انت خدت بالك، لو انت حلتهم او ما حلتهمش. طيب جملة ضمائر الشخصية الميسيو كان بيحلها ازاي؟ كنت بحذف النقط وضم. حذفنا وضمين، هتبقى الجملة كده. تعالى نكتبها عشان انت ما تلخبطش. هتبقى اهو جي ابوستروف اي بوكو، انا عندي او امتلك كتير. حلو قوي، امتلك كتير. استخدم الاسم اللي بيبقى مش موجود في الجمله الثانيه. استخدم ايه؟ الاسم اللي مش موجود في الجمله الثانيه. اجيبه منين؟ اجيبه الجمله الاولى اللي هو مين؟ دي كاميرا، دي كاميرا. حلو قوي قوي قوي، جميل قوي قوي. هو ده المفعول، هو ده الايه؟ ايه المفعول. حلو يا ماشي، هو ده الايه؟ مفعول. جميل يا ماشي. يبقى انا عندي كتير من الاصدقاء. واحد يقول لي بس بوكو كان بيجي بعدها دو، بوكو دو. مش هتفرق يعني، لو كانت فاضل الدي اخرها اس برضه على المفعول هيطلع صح برضه. هقول لك ليه. لان بوكو دو، فاكر انت شروط الضمير الشخصي اون، الاجابه هتطلع اون. فاكر انت شروط الضمير الشخصي اون؟ هتقول لي ايه هي شروط الضمير الشخصي اون؟ هقول لك ايه. المفعول مسبوق بأداة نكره، ان او اون او دي. المفعول مسبوق بأداة تجزئه، هي كانت أداة تجزئه اصلا. المفعول مسبوق بعدد او ظرف كميه. ظرف كميه هو اللي هو كتير من بوكو دو. يبقى عوض عن المفعول بمين يا باشا؟ عوض عن المفعول بالضمير الشخصي اون. معناها ايه بقى؟ انت تمتلك اصدقاء؟ قال له نعم، وي، بالتاكيد. جي اون بوكو، جي اون ايه بوكو، انا عندي منهم كتير، يعني عندي كتير. بس لي جون طبعا عشان كده بثبت لك انك لما تمشي على طريقه الحل انت ذاكرت بقى الكورس ومش هتغلط في اي سؤال. لي جون يعني الناس، ريش الناس الاغنياء، اون نقط ارجون، ارجون يعني ايه؟ فلوس. طيب بتنفع معنا فلوس، تنفع معنا فضه، بس هنا معنا فلوس. طيب هنا انت شايف ان ايه؟ بو، تري، بو دو، بوكو دي ابوستروف. بكل بساطه هو انا عايزك تختار ظرف كلمه. الناس الاغنياء اون يمتلكوا عندهم نقط ارجون فلوس. يبقى عندهم فلوس كتير، مش اغنياء. تبقى بوكو دي ابوستروف. اول حاجه بالمعنى. تاني حاجه ان القاعده لازم بوكو دي ابوستروف. ليه؟ عشان ارجون الكلمه واقفه بحرف متحرك اللي هو حرف الا، فلازم تبقى بوكو دي ابوستروف. حد يقول لي ما تنفعش دي ليه؟ لان دي بمعنى قليل من، فما تنفعش. حلو. مانتينو يعني الان، مون فرير اخويا، نو جو لا يلعب. سؤال في النفي اهو، نقط او باسكت، لا يلعب نقط الباسكت بول. il préfère، هو يفضل لا ناتاسيون. يبقى هو مش بيلعب ابدا الايه؟ فين ابدا؟ معلش، هو ده معلش سؤال. مانتينو الان، مون فرير اخويا، نو جو لا يلعب. اونكور ما ينفعش. ليه اونكور؟ لان اونكور كانت كلمه ده اللي لما بشوفها بستخدم نفي نو بلو، يبقى لم يعد. انا معلش اتلخبطت، تبقى نو بلو. يبقى لم يعد يلعب او باسكت بول، هو ما بقاش يلعب باسكت بول. فاكر انت كانت من شروط الحته دي ايه؟ اللي هي فعل النفي بطريقه نو بلو، لم يعد يعني كانت حاجه موجوده ودلوقتي خلاص، حاجه كانت مستمره ودلوقتي خلاص، حاجه كنت بتعملها ودلوقتي خلاص. بص اخويا دلوقتي الان، مون فرير نو جو با، لا قصدي نوجو لا يلعب بلو، لم يعد يلعب او باسكت بول، كرة السلة، بس هو بيفضل الايه؟ السباحة. يبقى دي جميلة جدا. لو كان في جامي ومفيش بلو كانت تنفع جامي برضه. لو بور الزبد او السم، سي انها نقط دي ماتير جراس، واحدة من الماتير جراس. تركات الى مش اي حد يحلها صح. بص يا صاحبي، انت على اساس كلمة زبد او سم، الزبدة أو السمنة، هتقول لي اختار أداة تجزئة أو أداة نكرة مذكر. ما كلمة الزبدة أو السمنة مذكر، فاختار يا الآن يا الديو. بس واحد يقول لي السي ما بيجيش بعد أداة التجزئة، ما فضلش غير مين؟ أداة النكرة، اللي هي الآن هي الأون يا الدي آخرها اسم. كلمة الزبدة أو السمنة دي مذكرة بس، يبقى اختار مين؟ اختار آن، صح؟ أحب أقول لك لأ. ما دي بقى المشكلة إن السؤال صعب، عشان كده هو بيضحك عليك هنا. عايزك تعمل إيه؟ بقول لك الزبدة أو السمنة، خلاص اركنه على جنب. سي إنه نقط دي ماتير جراس،
إنه نقط من الماتير جراس، من المواد الدهنية، يبقى إنه واحد أو مادة من المواد الدهنية. طب كلمة مادة أصلا كان اسمها une matière. يعني دي التركاية اللي وقعت مين؟ اللي وقعت أي حد في امتحان 23. اللي كان مركز وصح قوي هيحلها. وعلى فكرة هو السؤال ده جه كتير في الأفكار اللي فاتت في الامتحانات اللي احنا حليناها في العام، في امتحانات العام، وجات كتير في امتحانات الكورس واحنا كنا بنحل لو انت فاكر في ورش الحل وقلت لك عليها. طيب هنا محتاج تركز، هي مادة مؤنث فهي تقول ايه؟ انها مادة من مواد دهنية، تبقى الإجابة مين؟ اون، يعني انها مادة واحدة من المواد الدهنية. دي صح واحدة. طب هو ما جابلكش كلمة مادة يا مسيو؟ ايوه عشان نضحك عليك، ما هو لو مادة تبقى سهلة، هو بقى يقول لك هتبقى اون انها واحدة من المواد الدهنية. تمام؟ ما ينفعش الديو، ما ينفعش أداة تجزئة خالص، ما ينفعش ان أداة نكرة، لأن ان مذكر. واحد بيقول لي ازاي بس ما كلمة الزبدة والسمن مذكر، أقول الزبدة والسمن مذكر بعد كده أقول سي يجي بعدها اون؟ أنا فاهم يا صاحبي. طيب لازم عشان دي اللي أنا قلت لك عليها. واحد بقى شغل دماغه خالص يقول لي ايه؟ بس انت قلت لنا ان التعبير سي ده مش يركز، بص انا ساند، بص نحل بالمعروف. التعبير سي يعني انها او انها لازم يجي بعديه مفرد مذكر. ما انا قلت لازم يجي بعديه صفه مذكر، لازم يجي بعديه صفه مفرد مذكر، ودي مش صفه، ده اسم. تمام؟ عشان كده بقول لك التريكات مهمه خالص. انا مش جاي احل لك امتحان وامشي، انا بديك افكار مهمه. تو اشيت، انت تشتري نقط، اديتها لك في امتحان 2019 الازهر كوا من غير ما اكمل. تو اشيت، انت تشتري كوا، تشتري ماذا؟ ليه؟ لان كو يعني ماذا وكيس كو يعني ماذا كانوا بيجوا في اول الايه؟ السؤال. يعني لو النقط دي خليناها هنا كده في الاول هتبقى كو او كيس كو صح. طيب مين اللي في الاخر؟ ماذا، هي الوحيده اللي تنفع. تو اشيت كوا، انت تشتري ماذا؟ قال له خضار. طب ليه ما ينفعش الاخيره كي يعني من؟ انت تشتري من؟ تشتري مين؟ خضار؟ ما ينفعش، ده بنسال عن غير عاقل. طيب لو فيلو، العجله او الدراجه، ايه موان نقط كو لا موتو. سؤال مقارنه، والناس قال لك تحل سؤال مقارنه ازاي؟ مقارنه بكل بساطه هي الموضوع هنا مش عايزك تختار المقارنه ذات نفسها، ده عايزك تختار الصفه. حتى بقول لك رابيد ولا بيوتيد ولا جروند ولا لوند، يعني صفه. طيب انا في مقارنه الصفات لو انت فاكر قلت لك اختار الصفه على اساس الفعل الاول. اختار الصفه على اساس الفعل الاول. الفعل الاول اللي هو مين؟ فيلو. فيلو مفرد مذكر، يبقى اختار صفه مفرد مذكر. لوند مؤنثه، هي اصلا مؤنثه كده. جروند مؤنث، ليه؟ لان لون بمعنى بطيء، هي كده حاطين عليها الاي، هي جات لك هنا كده مؤنث تبقى غلط. جروند يعني كبير، حلو، هي محطوطه على حرف الاي تبقى مؤنثه، يبقى الاثنين دول ما ينفعوش. بيوتي يعني ايه؟ صغير، هي كان اسمها كده، هي مذكر كده وحط لك على حرف الاي عشان تبقى مؤنثه تبقى غلط، ما فضلش مين؟ رابيد. وجاب لك الفكره دي في امتحان 17 وجاب لك في امتحان 18 وجاب لك في امتحان 2020 الازهر. رابيد يعني سريع، رابيد سريع. معنى ان هي سريعه صاحبي معناها ايه؟ دي مذكر ومؤنث، يعني السريع دي رابيد، هي مذكر زي المؤنث، يعني مفرد مذكر اخر حرف الاي، مفرد مؤنث اخر حرف الاي بس، فهي الوحيده اللي تنفع. جو نو سي با، انا لا اعرف، ما بعرفش طون، انا ما بعرفش طون ايه؟ طون بروفيسيون، مهنه مؤنث، ما ينفعش عشان طون مذكر. طون يبقى لازم حاجه بعدها مذكر او حاجه بعدها مؤنث وبدأ بحرف متحرك. طيب ناسيوناليتي مؤنث برضه ما ينفعش. باسيون يعني هوايه، ما ينفعش. فاضلش غير دي. واحد يقول لي ما ادرس عنوان مؤنث، ايوه بس مؤنث بادئ بحرف ايه؟ متحرك، فلما نختار له صفه ملكيه مذكره عادي تبقى ايه؟ طون ادرس عادي، سهله. انا مختار صفه الملكيه على التركيه دي. ساليو هتنزله ساليو، لو كان اداك وداع هنا اهو اوروفوار هتقول له في الاخر ايه؟ اوروفوار، وكده انت بتاخد على نص درجه. اسكو يعني هل، تو ام انت تحب لا جلاس الجيلاتي، قلت لك بحل السؤال الايه؟ اليمين ازاي؟ بعكس الفعل والفعل على نفسي. تو ام انت تحب، قول له انا احب. بعد كده بقى دور تكتب ايه؟ جيم انا احب، حلو، يبقى انت كده عكست الفعل والفعل، لانه بيديك سؤال فعل مفعول، محتاج انت تجاوب برضه فعل مفعول مش مجرد كلمه. قلت لك الكلام ده كتير. انت تحب جيلاتي هل، انت تحب جيلاتي هل، قول له ايه؟ وي، ما سؤال بهل بقى اهو، احنا عكسنا الفعل والفعل خلاص. قول له وي نعم فاصله انا احب مين؟ لا جلاس. لو انت ركزت هتلاقي نفسك ما كتبتش اي حاجه في الجمله جديده، تعكست الفعل والفعل بس. نعم انا احب جيلاتي، حط نقطه في الاخر. كيلي ما يكون طون بارفان
بارفان ما يكون بارفان طعمك، بريفيري ما يكون طعمك المفضل. شو قال لك تون بارفان طعمك؟ قول له مون بارفان. انا قلت بنعكس الفعل والفعل على نفسه. مون بارفان طعمي. قال لك ايه؟ يكون، صح؟ ما يكون، قول له يكون. بس انت بتعكس الفعل والفعل على نفسك، بتنزل الفعل زي ما هو، مش هيتغير. ده اللي هو فعل اتر، اللي هو فعل اتر اللي هو يكون. يكون مثلا او شوكولا، الشوكولاته ملاء. يكون مثلا الاناناس، الاناناس. يعني انت كتبت لك قبل كده في الجهاز في امتحان، ولا كتبت لك الشوكولاته قبل كده؟ اناناس، اي حاجه، شوكولا، فانيليا، اي بتنجان. لورانج، فريز، بوم، تفاح، بنان، موز. واين تو لاشيت، اين تشتري؟ قول له انا اشتري الجيلاتي من مثلا الله باتيسري، محل الحلويات. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. حلت لك الحته دي، قول له في امتحان 17 لو انت فاكر. اين تشتري؟ اول حاجه قال لك تو، وال ابوستروف دي ضمير شخصي عايد على ايه؟ على مين؟ على الجيلاتي. فانا مش هنزلها عشان انت ما تلخبطش، انا هكتب لك الجمله عادي، انا اشتري الجيلاتي من محل كذا مثلا. طيب اين انت تشتري؟ بقول له انا اشتري. ما هو انت بتعكس الفعل والفعل على ايه؟ على نفسك. انا اشتري مين؟ اشتري مين؟ الجيلاتي. فعل اشتري يجي اعداد التجزئه، تبقى دو لا جلاس. انا اشتري الجيلاتي من محل حلويات، تبقى دو لا باتيسري. باتيسري يعني محل الايه؟ محل الحلويات. حط نقطه في الاخر. ليه؟ طبعا بصوا كتبت كده بالراحه. بص يا صاحبي، فعل اشتري لازم يبقى اداه التجزئه. جيلاتي مؤنث تبقى دولار. حلو. تشتريه من يعني ايه؟ من يعني الدو. وكلمه الحلوي، محل حلوان اسمها لا باتيسري، يبقى من محل حلوان، من محل حلويات. وانا قلت لك التركه دي قبل كده وانا بحل امتحانات برضه قبل كده، يعني انا مش جديده اصلا. طيب بار لتكلم، بقول لك تريكتي، اختار لان واحد دي دو سوجي، اختار واحد من ايه؟ من الاثنين. تمام. وطبعا اتفقنا ان النظام 17 و18 و19 و20 في الازهر، امتحان من 17 ل 20 كان نظام، ومن 21 و22 و23 كانوا مختلفين شويه. طيب هنا هنختار واحد من الاثنين. حلو. تعال نتكلم ايه؟ عن اي موضوع. بار يتكلم دو تون امبلوا، عن جدول مواعيدك دو تون بوندون اثناء لي فاكونس الا كومباني، اثناء الاجازه فين؟ في الريف. اتكلم عن جدول مواعيدك اثناء الاجازه في الريف. جدول المواعيد ده يعني ايه؟ ممكن تقول في الويك اند انا ذهبت كذا، عملت كذا كذا كذا. ممكن تقول مثلا في الفاكونس بتاعت الكومباني بتاعت الريف، اجازه الريف، الصبح انا بعمل كذا، بالليل بعمل كذا مثلا، او الظهر بعمل كذا. يعني الاسهل عليه. طيب قول ايه بقى؟ اول حاجه، مش قال لك اثناء اجازه الريف نزل له الاربع خمس كلمات وانت مش خسران حاجه؟ انت كده كده بتكتب من 25 لايه؟ ل 30 كلمه، وانت متعود طبعا وعارف. تبقى بوندون اهو، اثناء. حلو. لي فاكونس اجازه، انا هنزل خلي بالك ايه اللي مكتوب، انا ما بخترعش. انا كومباني اثناء الاجازه فين؟ في الريف يا حبيب قلبي. حط مين؟ حط فصل. حلو. اثناء الاجازه في الريف انا بعمل ايه مثلا؟ ماشي. اثناء الاجازه في الريف مثلا جو في، انا امارس مثلا جو في. حلو. انا امارس دو فيلو. حلو. انا امارس الفيلو مثلا لو ماتان، في الصباح. جميل قوي. قول له مثلا لو ميدي انا مثلا بعوم في البحيره، وبالليل مثلا بسمع التلفزيون مع اولاد عمي. بابسط حاجه. هو هنا ما ادكش كلمات تستخدمها فساب لك الموضوع مفتوح. قول له لو ميدي، بلاش لو ميدي، لابري ميدي بعد الظهر بلاش. عايز تقول ميدي مش هينفع كده، مش تنفع لو ميدي ميدي. ميدي يعني الظهر بالظبط. عايز تقول لابري ميدي بعد الظهر براحتك. اهو جو ماشي. انا بمارس السباحه مثلا مع اولاد عمي. انا مثلا بعوم في البحيره، حسب براحتك. انا هقول انا بعوم في البحيره جو ناج، أو ناج أنا أعوم دون لو لاك، أنا أعوم في البحيرة avec مثلا مع مي كوزين، مع أولاد عمي. ممكن أكمل على فكرة، ممكن ما أكملش، طيبة كده. الموضوع سهل. تقول مثلا للصور بالليل جو روجارد، أنا أشاهد لا تيلي تلفزيون أو لا تلفزيون avec مي كوزين، مع أولاد عمي برضه avec مي جرون بارون، مع أجدادي avec mes parents مع أولاد، مع بابايا وماما avec mon oncle avec ma tante، مع عمي، مع خالة، مع خالتي أو عمتي. اكتب اللي أنت عايزه. احنا كتبنا كتير على فكرة في الامتحان اللي فاتت كلها، فأنت الموضوع بالنسبة لك سهل. طيب أنا عايز أكتب مثل التاني رخم بنسبة كبيرة، محدش يختاره في امتحان 23. مش معنى إنه صعب عشان أنت هتعمل ديالوج، بس أنا شايف إن الموضوع سهل برضه عشان أنا مدرس. لكن بالنسبة لك أنت، أنا متأكد إن بنسبة 90% اختاروا الموضوع الأولاني في امتحان 23. في اعمل ان ديالوج، اعمل ديالوج يعني ايه؟ محادثه. انتر بين
une vendeuse يعني بياعة، et une femme وسيدة dans un magasin في محل de vêtements محل ملابس. انت شايف ان انا عشان اعمل محادثة بين واحدة وبياعة هتعمل ايه؟ طب اقول لك. اول حاجة مثلا هنفترض ان ايه العميلة دي اسمها لا كليونت، عشان كده بقول لك ان هو حوار فانت هتقعد تخمن فالموضوع ما يكونش اسهل. لا كليونت تعالى اكتبها لك بخط اوضح شويه. كليونت يعني ايه؟ العميله او الزبونه. كليون وتفضل تكررهم مثلا حسب الجمل اللي انت عايز تكتبها، حط نقطتين وتكتب مثلا لا فوندوز البياعه. حاول ما تطولش قوي واختصر. مثلا بونجور مثلا اهو، بونجور صباح الخير، ماشي صباح الخير اهو. مثلا انا اريد مثلا محل ملابس، انا اريد مثلا تي شيرت. ممكن بقى تبدا ايه بونجور صباح الخير كومون سافا، بس انا مش بفترض ان انت ترغي كتير، بدي ادخل في صمام الموضوع على طول. بونجور صباح الخير، او خليها مثلا علامه تعجب بونجور صباح الخير. جو فودري مثلا انا محتاج ان تيشيرت نوار، انا محتاج تيشيرت لونه اسود، محتاج بنطلون ايه ازرق، حسب اللي انت حافظه اكتبه. انا هقول مثلا ايه جو فو، انا اريد، الاسهل ليك انا بكتبه انا اريد ان مثلا ان شورت. انا بثبت لك انا بكتب ليه الكلام ده عشان اثبت لك ان انت تختار، اكتب اللي انت عايزه. شورت مثلا بلو، شورت لونه ازرق، حلو، شكرا، علامة تعجب او نقطة، باي باي. هتقول لك ايه مثلا انت دلوقتي انت هنا دخلت على واحدة قلت لها بونجور، هتقول لك ايه تعال نغير الايه اللون، هتقول لك بونجور صباح الخير، حلو. تقول لك مثلا ما يكون مقاسك، طب بلاش ما يكون مقاسك، مش حافظ كلمة مقاس. هي كلمة مقاس يعني طي، احنا اخدناها قبل كده اللي ما بتتنطقش بس ماشي، وكلمة طي مؤنثة بس ما علينا. انت مش فاكرها انت شايف ان انت هتتلخبط وانت عايز تفتح مجال للكلام انك تكتب حاجة فوق عشان ترد عليها بحاجة تحت. ما انت هتكتب ديالوج، انت اللي هتعمل محادثة، ما كنتش تكتب اللون مثلا، بديك افكار، ما تكتبش اللون عشان تخلي البياع تسألك عن اللون. فتقول انا محتاج شورت مثلا، هتقول قايل لك ايه ما يكون لون الشورت، او اي لون انت تفضل، او اي لون انت تحب. انا بعرض لك افكار انت تكتب، لو مش عارف تكتب دي تكتب الصيغه دي، تكتب الصيغه دي براحتك. او كيل، او بص كولور، اي لون لان كلمه مؤنثه لون مؤنث، اي لون. او تو انت مثلا تو ام، اي لون انت تحب. بص هتلاقي انت كتبت في الليله ديت برضه مش اكتر من يعني مش اقل مثلا من 12 كلمه، اللي هو اصلا انت بتكتب من 25 ل 30 كلمه في الموضوع بس اهو. بص لا كليون تبقى تاني اهو، بس بدل ما ننزلها بقى كأنها ايه كأنها هي مكتوبه هنا اهو. هتقولي ايه هي شافته بقى، هتقولي بقى مثلا انت كده قلت ايه ان انا عايز شورت، هي هتقول لها ما اي لون انت تحب. انت شايف ان هي سالتها سؤال اي لون انت تحب، قول انا احب اللون كذا او احب الازرق بس، تبقى اهو لون تاني اهو. جيم انا احب لو بلو، انا احب اللون الازرق، مش حافظ كلمه بلو اكتب الازرق، اكتب الاخضر، اكتب الاحمر، اكتب البرتقالي، اكتب اللون اللي انت حافظه بس. ممكن تكمل، هي لازم تكمل. انا احب اللون الازرق، حلو. بعد كده هتقول ايه هتقول لها مثلا اتفضلي او جرب قيس، ماشي. انت لو وقفت على كده يا لوسيو، انا لو وقفت على كده هل صعب؟ لا، انا ممكن اختم لك الموضوع بكلمتين كمان، اروح قايل ايه اكن البياع هتتكلم جمله رابعه بس بدل ما امسح الجمله كلها، ماشي، اكن دي الجمله الرابعه يعني. هتقول ايه اوه سي بون مثلا، سي بون انه جميل، فاصله مثلا ميرسي شكرا. خلصت الايه الليله، حطيت النقطه بتاعتك، خلصت الموضوع بتاعك. انا بعمل ليه كده؟ كنت ممكن اقعد اكتب 4-5 سطور وبتاع لا انت بحل امتحان ثانويه ازهريه 2023 يعني امتحان دفعه كامله، فانا بنجز معاك عشان لو لا قدر الله ماشي حاجه وقفت معاك صعبه في الامتحان تعرف تفكر افكار مختلفه. زي ما اتفقنا ان ميسيو بيذاكر لك مش مجرد بيحل لك امتحان وخلاص. بالتوفيق ان شاء الله يا بطل. شير لكل اصحابك اللي انا هنزل لك الامتحان ده عشان امتحان 2023 مش هسيبه على المنصه بس، احتمال انزله على يوتيوب كمان. بالتوفيق عشان الكل يستفاد يعني، عشان احنا على امتحان 2024 فالامتحان يكون يكون كويس. بالتوفيق يا ابطال، ربنا معاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.